فاصل كتاب سهل قوي ومن بواقي الورق. محتاجين 4 شرايط ورق عرضهم 1 سنتي. نلزق اول 2 في بعض حرف ال كده، ونلزق الاتنين اللي بعدهم بالشكل ده. بعد كده هنبدا نتنيهم، نبدا نتني الاتنين اللي على الاطراف الاول، بعد كده الاتنين اللي جوه. نفضل ماشيين بقى بالخطوات دي لحد ما نخلص الورقه كلها. طول الورق ده كان حوالي 30 سنتي. وفي الاخر خالص بنحط غيره او صمغ ونلزق الورق في بعض. ممكن نسيبها كده او نعمل فتحه بالخرامه ونعلق فيها الشراشيب دي، بتبقى حلوه قوي برضو. وبس كده خلصت، سهله جدا وما بتاخدش وقت. دي بجد احلى واسهل بوك مارك هتشوفوها. هنحتاج تيب وقصاقيس ورق، ونفرد كده اللزق، وجمعوا بقى كل الالوان اللي بتحبوها من الورق. ونبدا نقص من الورق كده بالخرامه. محتاجين بقى الدواير دي، ونبدا نوزعها كده بشكل عشوائي على اللزق. وممكن نرصهم كده ونظبط شكلهم اكتر. بعد كده بتني اللزق وبلزق الطبقتين في بعض، ونساوي كده الاطراف مع بعض. ولو في اي حاجه زياده من الجوانب برضو بقصها. عملت فتحه في اللزق واستخدمت الخيوط دي، نحطها بالشكل ده كده ونشدها كويس ونساوي الاطراف. وده كده شكلها النهائي. بصوا تحفه، مليانه الوان ومبهجه جدا. جربت اشكال سهله وبسيطه من صلصال الفوم. ده شكله وبيجي معاه 3 ادوات للتشكيل. اخدت من اللون ده كده وعملتها على شكل كوره، وبعدين شكلتها على شكل طائر، وكورتين صغيرين من اللون الابيض والاسود عشان اعمل العيون. عملت منقار من اللون الاورنج وكان تشكيله سهل قوي. اخدت اللون البينك ده عشان اعمل قلب. عملت كوره الاول، ضغطت عليها، وبعدين استخدمت الاداه دي بتبقى جايه معاهم. بعدين لزقته على الطائر وعملت نقط بالوان اكريليك. نسيبه ينشف كويس في الهواء. ودهنت خافض اللسان ده وبيبقى فيه منه ملون اصلا. نثبتهم في بعض كده بالشمع او سوبر جلو، اي حاجه. طريقه سهله قوي ممكن تنفذوها مع الاطفال. ده اسهل واحلى بوك مارك ممكن تعملوه. نتني الورقه بالنص كده، بعدين بحدد 2 سنتي كده في نص الورقه، وبتني جزء صغير كده من الناحيه المفتوحه. بعدين رسمت نص قلب. هبدا بقى اقص كل الزيادات اللي حوالين الرسمه بتاعتي. بقص الزياده من غير ما افصل الشكل عن بعض. وبعدين نفتح القلب كده، حقيقي تحفه. ممكن كمان ترسموا فراشه او اي شكل تاني. تعالوا نستغل قصاقيس الورق ونعمل بيها فكرة كده مفيدة وسهلة. جبت كل الألوان اللي عندي وبدأت أقص الورق كده مقاس 3 ب6. بعد كده حطيت دبل فيس على أطراف الورق. بعدين تنيت الورقة بالنص ورسمت عليها بالألوان الفلوماستر، وعملت نفس الخطوات مع باقي الورق. وبعد كده جبت الكشكول بتاعي وبدأت أقسمه بالورق ده. فكرة بسيطة جدا ومفيدة وهتساعدكم في تنظيم الكشكول. طبعا ده غير الالوان بقى وشكلها المبهج. بصوا الكشكول شكله عامل ازاي. بوك مارك سهلة قوي وشكلها تحفة. هنستخدم لزق شفاف وكمان ورد مجفف. بدأت ارص الورد على اللزق بالشكل ده، وقصيت طبقة كمان من اللزق الشفاف ولزقتها عليه. بعدين قصيت الاطراف عشان يبقى شكلها متساوي. كتبت لكم كل المقاسات اللي استخدمتها. بعد كده استخدمت ورق كرافت تقيل. تنيت الورقة بالنص وسبت 2 سنتي في جميع الجوانب، وفرغت الجزء اللي في النص. وبأي ولاعة عندكم مشروع على الأطراف هيطلع معاكم الشكل التحفة ده. بس طبعا خلوا بالكم جدا وانتوا بتعملوا الخطوة دي. بعد كده حطيت دبل فيس جوه الورقة ولزقت عليها السلوتيب. حطيت غيره على الأطراف ولزقت الورقة في بعض. شوفوا بقى شكلها طلع تحفة ازاي. مفيش أحلى ولا أرق من كده. فاصل كتاب سهل قوي وفكرته جديدة. نتني الورقة لحد قبل الآخر كده بشوية صغيرين، وبعدين نفردها ونتني الزاوية دي لحد التانية اللي في النص، ونتني الجنب ده تاني عشان نقفل عليه الحتة الصغيرة دي، ونفردها المرة دي عشان نحط غيرها في الجنب ده وكمان من تحت، ونلزقها في بعض. الفكرة بقى ان هي من هنا فيها جيب نقدر نحط فيها اي ورقة ونكتب فيها النوتس اللي احنا عايزينها، فمفيدة قوي بصراحة. فحطيت فيها الورقة دي وكمان تنيتها بالنص عشان تبقى حجمها اكبر واكتب فيها اكتر. ولما نملاها ممكن نغيرها او كمان نضيف ورقة تاني.